بقول لك ايه، هو شارع 10 فين؟ حضرتك اخر الشارع على ايدك اليمين. تمام، متشكره جدا. بقول لك يا ست هانم، بالله عليك اشتري مني علبتين مناديل ولا حاجه، ما اكلتش اي حاجه من الصبح. طب ايه رايك، انا هديك 2000 جنيه مقابل خدمه صغيره انت هتعملها لي. 2000 جنيه مره واحده؟ انا تحت امرك يا ست هانم، اي حاجه تقولي عليها هعملها على طول. طب ثانيه واحده انا نازله لك. لا 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 لا، خليك قاعد، انا اللي هقعد جنبك. العفو يا ست هانم، حضرتك تقعدي على الرصيف يعني؟ لا لا ولا يهمك. بقول لك ايه، امورنا يا ست هانم. شايف حبه الفلوس اللي معاك دولت؟ مالهم؟ شايف الواد اللي هناك ده؟ اللي ماله؟ هناك ده، لا روح اديهم له وتعالى. اديهم له ليه بس يا ست هانم؟ انت لسه حضرتك قايله لي انا هدي لك 2000 جنيه واللي اقول لك عليه تعمله. طيب انا لو هديهم عايزاني لك. اروق لك العربيه ولا اي حاجه انا تحت امرك. لا لا لا، انت بس اعمل اللي انا بقول لك عليه دوت، روح اديهم له بسرعه وتعالى على طول. حاضر يا ست هانم. يلا كلهم كلهم كلهم؟ كلهم. حاضر يا ست هانم، بعد اذنك ثواني. انا قاعده مستنياك، يلا. بقول لك يا صاحبي، خد الفلوس دي كلها ليك انت. شكرا، ربنا يخليك ويعمل بيدك ان شاء الله. الف مليون سلامه عليك. الله يسلمك. بعد اذنك. اتفضل. بقول لك يا ست هانم، انا عملت اللي انت قلت لي عليه، والفلوس اللي معايا كلها اديتها للراجل الغلبان اللي هناك ده. تمام. ايدك بقى على 2000 جنيه. حلو قوي كده، ما انا هديهم لك. بس هقول لك حاجه. نعم. هو انا دلوقتي مش معايا فلوس كاش، بس انا هروح اسحب من الATM اللي هناك ديت وهجي لك على يا طول. ست هانم، مش انت قلت لي هديك 2000 جنيه وبعدين انت خليتني اديت الفلوس اللي معايا كلها للراجل اللي هناك ليه؟ ده انا اللي معايا دول والله كنت جبت بيهم اكل، ما فطرتش اي حاجه من الصبح. ما انا هديهم لك دول 5 دقايق بس، وما فيش حد يعني بيموت من الجوع قوي كده في 5 دقايق. حاضر هجي يا لك هانم. على طول. بالله عليك ما تاخريش عليا. طيب. وانا اقعد استناكي هنا. ماشي. انا جيت اهو. الحمد لله على السلامه يا ست هانم، حضرتك سحبت الفلوس اهو، اديني بقى ال 2000 جنيه بالله عليك. ما انا هدي لك ال 2000 جنيه. انت جمعت فلوس تانية؟ الحمد لله، ربنا فرج عليا. طب بقول لك ايه، شايف الزبال اللي هناك ده؟ ماله ده كمان يا ست هانم؟ روح اديله الفلوس دي كلها. اديله الفلوس؟ هو ايه الحكايه يا ست هانم؟ كل ما ربنا يفرج عليا تخليني اوزعهم على الناس، ما اللي قاعدين دول غلابه وانا اغلب من الغلب يا هانم. دول 2000 جنيه. بقول لك ايه، اسمع الكلام بقى. حاضر يا هانم حاضر. روح اديهم له وتعالى. دقيقه واحده وهرجع لحضرتك. بقول لك يا ريس، يا اخويا خد الفلوس دي. بتوع ايه دول يا اخويا؟ يا عم دول لوجه الله، من اخ لاخوه بقى. يا عم الوجه الله ايه بس، ده انت غلبان زيك يعني. يا عم اللي بيرزق العباد ربنا، وانا الحمد لله ربنا مرضيني. خد. ماشي يا اخويا، مقبولين منك. ربنا يرزقك يا رب. الله يكرمك يا اخويا. يا ست راحت فين؟ انا اللي غلطان اني سمعت كلامها، وانا اللي غلطان عشان طمعت في ال 2000 جنيه، ما انا كنت رضيت بقليلي. ضحكت عليا الله يسامحها. كان معايا بتاع 50 جنيه كنت جبت فول وطعميه. ربنا يفرجها من عنده الوقت يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بالله عليك يا باشا اشتري مني اي مناديل بالله عليك والنبي. لا متشكر جدا، مش محتاج مناديل. هو انت اسمك ايه؟ حضرتك انا اسمي اسلام. اسلام؟ يا فندم. عشت الاسامي يا اسلام. خد يا عمي، دول حاجه بسيطه. دول حضرتك ليا انا؟ ليك انت يا اسلام. كلهم؟ سبحان الله، هم كانوا رايحين مكان تاني، بس مش عارف ايه اللي خلاني وقفت مره واحده وبصيت لك رحت جيت اديتهم لك على طول. رزق يا باشا، اللهم لك الحمد. اكيد طبعا. والله حضرتك ابن حلال وطيب، انا اسف يعني لو بطبطب عليك، يعلم ربنا والله ما اكلتش حاجه من الصبح. ربنا يخليك يا اسلام. انت لو احتجت اي حاجه انا ساكن هنا قدام. طب هو اسم سيادتك ايه؟ انا اسمي عبد الرحمن. ماشي يا عبد الرحمن بيه، ما تحرمش منك يا رب. تمرني باي حاجه؟ الامر لله يا عبد الرحمن يلا. بيه. السلام عليكم. مع السلامه يا باشا. يا ما انت كريم يا رب، مع ان اديت للناس فلوس وانا ما كنتش صافلهم، بس ربنا رضاني. انت ايه اللي جابك تاني يا ست هاني؟ هو في ايه، انت مالك؟ ايه اللي في ايه؟ حضرتك كل شويه تجيلي وتعشميني تقول لي هديك ال 2000 جنيه وتخلي الفلوس اللي ربنا يرزقني بيها اروح اديها مره لعامل نظافه ومره للراجل اللي قاعد هناك. طيب ماشي، ايه المشكله؟ بس انا الحمد لله ربنا فرج عليا وبعت لي واحد ابن حلال اسمه عبد الرحمن بيه، قاعد في الفيلا دي اداني بتاع 1500 اهو. طب مش غريبه ديت؟ ايه اللي غريب في كده؟ اقول لك حاجه، دي اسمها بقى التجاره مع الله.
يعني انت اديت واحد الفكه الاولانيه 18 جنيه دولت، تمام ورجعت تاني اديته ال 20 جنيه لواحد تاني، تمام، صح. رجعوا لك قد ايه؟ رجعوا لي كتير بتاع 1000 ونص. طب ربنا بقى بعتهم لك اضعاف مضاعفه. شفت بقى؟ اللهم لك الحمد يا هانم، والله فعلا اللي بيعمل حاجه لله ربنا بيرضيه. بص كمان بقى حاجه كمان، خد يا عم ال 2000 جنيه اللي انا وعدتك بيهم اهم موجودين، وانا شايلهم لك زي ما هم. كمان ال 2000 جنيه هاخدهم؟ ده انا كده معايا 2000 و1000 ونص، 3000 ونص. شفت بقى؟ بس انا هعمل حاجه حلوه تاني يا هانم. هتعمل ايه؟ هروح اوزع بردك فلوس على الناس الغلابه عشان ربنا يبعت لي فلوس تاني بردك باللي يرضيني. يا رب يبعت لك اكتر. تجاره مع ربنا، ما نقص مالهم من صدقه والله يا هانم. بقول لك ايه، هو انت اسمك ايه؟ حضرتك انا اسمي اسلام. طب بقول لك ايه يا اسلام، مش شايف كده ان انت فيك صحه يعني وشاب يعني وتقدر تشتغل ما انا وتكسب؟ بشتغل يا هانم وببيع في مناديل. لا هي دي شغلانه دي، لا انت تقدر تشتغل شغلانه احسن من كده وتكسب اكتر من كده. عندك يعني سيب حق يا الشغلانه دي لحد بقى تعبان مريض، يعني في حاجه. حاضر يا هانم، والله انا هروح اشوف لي صنعه كده ولا حاجه اتعلمها، عشان لما اتعلم الصنعه ابقى كبير واقدر افتح ورشه، واقدر لما اروح ابقى عايز اخطب اتجوز ادخل على بيت واقول لهم بقى انا راجل صنايعي، يبقى ليا كده لازمه في المجتمع. الله ينور لان فعلا عليك. والله عندك حق، الشغلانه دي ممكن يشتغلها اي حد، راجل كبير او ست كبيره يكون محتاجين بردك مساعده تمام وما يكونش كده. عندهم صحه ان هم يشتغلوا. ربنا يكملك بعقلك. الله يخليك يا ست هانم. يا رب. عايز حاجه ما تاني؟ تيجي تشتغلي معايا انت ولا اديك 200 جنيه في اليوم. بضحك معاك يا هانم والله. يلا سلام.